اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. قررت ان انا اعمل الفيديو ده، معرفش الفيديو ده انا بحب بصراحه اشوفه، فقررت قلت واي نوت ان انا ما اعملوش ليكم برده، وممكن كام حاجه كده نستفاد منها ان احنا نحطها في الشنطه بتاعتنا. فقررت نعمل واتس ان ماي باك. بلس كمان اللي ما يعرفش ان انا بسافر جامعه بني سويف، فعشان كده بناخد شنط كتير جدا غير شنطه اللابتوب، غير شنطه الاكل والهدوم، وزائد الشنطه دي. فقررت اقول لكم الشنطه الظهر دي محتوياتها كلها كده فيها ايه. فيلا بينا نفتح اول سوسته ونشوف بحط فيها ايه. طبعا يا جماعه اول حاجه، ودي الحاجه الاساسيه جدا جدا لو انت مسافر باي حته مش شرط الجامعه، اللي هو البيلو نيك اللي هي تتحط حوالين رقبتك. تجربتي فيها عامله ايه؟ بصوا هي حلوه جدا يا جماعه ولذيذه وبتخلي الرقبه كده ما تتلبخش، بس بحس احيانا ان هي بتوجعني الرقبه بتاعتي. فلو امكن ان انت معاك فلوس ازيد مثلا شويه، ان انت تجيب النيك بيلو تبقى عاليه شويه على على الرقبه كده. هحط لكم حتى صورتها تبقى احسن كتير، حتى ايه رقبتك ما تتوجعش. ودي بقى تقعد تعمل كده فاحيانا الرقبه ايه توجعك، بس حلوه جدا بتنفع كتير جدا. تاني حاجه وهي المقلمه. هي في مقلمتين بصراحه مش مقلمه واحده، هي مقلمتين. معرفش التانيه راحت فين. مقلمتين، هي المفروض دي كانت المقلمه الاولانيه، بس يعني ايه حسيت ان هي بقى خلاص المفروض نرقي واحده، فدي كمان حطيت فيها ايه المقلمه، فدي فيها الاقلام والحاجات كلها. بعد كده عندي الشال ده عشان انا بسافر الفجر فاحيانا الجو بيسقع، فباخد الشال ده عشان اتغطى بيه ولا حاجه ولا نيل. بعد كده عندنا الحاجات المهمه، المفروض ان هي مهمه، اللي هي بقى ايه كشاكيل وكراريس اللي انا بكتب فيهم المحاضرات والحاجات من دي، الحاجات المهمه جدا جدا جدا. بعد كده عندي وايبس ومناديل. ما تقولوش انا جبت 2 وايبس ليه، هو كان معايا واحد وجبت واحد تاني، ومناديل، ودي الحاجات الاساسيه جدا المهم تكون معاك عشان ريحتك وهو نظافتك. بعد كده من الشنط المهمه جدا جدا جدا، ليه بقى؟ فيها كل الادويه، عشان بسافر وكده، ففيها يعتبر كل الادويه فيها كل الادويه، يعني مثلا وكمان في نوتات وحاجات صغيره جدا فبحطها هنا لان انا مش بستعملها كتير، فبحطها برضو ايه مع الادويه. فدي تعتبر كلها شنطه الادويه عشان اي اسعافات اوليه. بعد كده عندنا نظاره الشمس، ودي ما بستعملهاش كتير بصراحه، بس ايه بحطها برضو كده. حاجه اهم حاجه وهو الشاحن عشان خاطر الموبايل. وعندنا بقى ده كده الشنطه كلها، في بقى سوستتين كده صغننين جوه، هقول لكم بقى ايه فكرتهم. بحط فيهم ايه بقى؟ اول حاجه البرفان، لازم يبقى معاكم برفان. انا معايا 2 برفان، معرفش التاني راح فين، مش عارف، غالبا التاني مش برفان ومسك. طبعا فايت نص عمرك لو انت ما تعرفش انواع المسك اللي انا حاطه على الانستجرام. ماشي، فمسك وبرفان ده حاجات مهمه جدا. ومعايا مشط وكريم عشان لو بعد ما بنام في الباص شعري بيبقى واقف كده فبسرحه. واهم حاجه هو صن بلوك، وكمان الليب بالم اللي هو زيت الشفايف. ومش عيب ان احنا نستخدم زيت الشفايف او الصن بلوك يا جماعه، مش عيب اللي بيقول كده. Ready. Fight. وعندي برضو ده، يعني ده ديتول بس قبل المقاطعه والله، تمام، فمعقم للايد. طبعا انا الحاجات دي كلها كنت بحطها في شنطه بيضاء لما ببقى مثلا هبات في بني سويف وكده، فببقى عندي شنطه بيضاء بحط فيها كل الحاجات دي، زي بقى حاجات بقى الشاور والشامبو والكريمات المرطبه والحاجات من دي كلها بتبقى هناك، بس عشان انا اروح وارجع على طول فالحاجات دي بس الاساسيه اللي هي لازم تبقى معايا. تعالوا بقى نشوف الجيب الصغنن ده فيه ايه. اول حاجه وهي المحفظه بتاعتنا، المحفظه الاموره الجميله بتاعتنا. تاني حاجه وهي السماعات، برضو من الحاجات الاساسيه. وبرضو تاني مره دواء عشان خاطر ان عندي موشن سيكنس، فعشان كده بحط الدواء في كل حته. برضو دواء. واهم حاجه بقى وهو المصحف. في مصحف بصوا الصغنن ده يا جماعه حلو قوي قوي، بص قد كف الايد بالظبط، بص بيتشال معاك في كل حته. هو يعني صغنن شويه، ورقه راحت، هو صغنن شويه بس مفيد جدا، حاسس ان هو هيبقى عملي جدا جدا. ومعايا النوته دي برضو من النوتة المهمة جدا جدا، دي بكتب فيها أفكار الفيديوهات والكلام اللي هقوله وكل حاجة، فباخدها معايا عشان لو عندي أي فكرة أو أي حاجة بكتبها بسرعة في الورقة دي أو النوت بوك الصغيرة دي. وعندي النوت بوك دي طبعا برضو اللي على الانستجرام ومتابع هيعرف النوت بوك دي بتاعت إيه، ودي اللي إحنا بنعمل فيها جورنالينج، كل سنة بنعمل فيها الجورنالينج ولسه مستمرة معايا طالما ما خلصتش مش هنجيب غيرها يعني.
وبعد كده معايا برضو مصحف الصغنن ده برضو اللي هو زي ده كده، في بقى برضو يعني الى حد ما هو ما فيهوش غير برضو القراءات ده، بس برضو محتفظ بيه لان غالي عليا. واخر حاجتين بقى عندنا المصليه الصغيره دي، عشان لو انت في اي مكان لازم يبقى معاك مصليه صغيره دي، عشان لو مفيش مصليات، لو الارض مش نظيفه يبقى انت عامل حسابك في مصليه صغيره. واخر حاجه وهو بتاع العيون ده، مش عارف بيسموه اي هيد حاجه زي كده، يبدا ان هم يحطوه على عينهم كده عشان خاطر يناموا زي ما انا مش شايفكم دلوقتي. فده احيانا انا حتى قبل ما استعملتوش في الباص، بس سايب احتياطي عشان لو في مثلا الباص النور فيه كبير، او مش عارف انام في السكن مثلا، لو السكن او كده والنور زايد قوي وكده ممكن احطها، فجايبه معايا احتياطي. وطبعا حاجه زياده بيكون ازازه الميه، بس طبعا عشان احنا صايمين فمفيش ازازه الميه. طب والناحيه الثانيه بقى في ايه في الجيب؟ يعني ازازه الميه بتتحط هنا بقى 5 اكياس، عشان برضه التليفون عندي موشن سيكنس، فعشان كده نعمل احتياطاتنا كل حاجه لازم تبقى عاملين احتياطات. ودي الباك بتاعتي، واتس ان ماي باك، ودي كل محتويات الشنطه. طبعا انا عارف ان هو فيديو عادي، بس انا بحب الفيديوهات دي جدا، ولعل وعسى ممكن حد استفاد باي حاجه، ان انت مثلا تجيب مصحف صغير، انت يبقى معاك مصليه صغيره، يبقى معاك برفان ومعاك حاجات، دي الحاجات المهمه جدا جدا جدا. وبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو حابين اي فكره فيديو ثانيه قولوا لي في الكومنتس، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، وما تنسوش انكم تصوموا يوم الخميس الجاي ان شاء الله عشان يوم عرفه، ما تنسوش ان انتوا تدعوا كتير جدا لكل حبايبكم ونفسكم وكل حاجه. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.